أستاذ حفيظ، أهلا وسهلا بك. نعرف روحي، إسماعيل أحمد عزوني، معروف بالشيخ موسى عزوني. إمام، اشتغلت إماما أستاذا في الولايات المتحدة ولازلت هناك وهنا، ولمدة 26 سنة أو أكثر منتج برنامج إذاعي في إذاعة القرآن والتلفزة الوطنية، القرآن والحياة وحصة مع القرآن في البلاد وغيرها من القنوات. السؤال الذي أسأله للأستاذ حفيظ دراجي، تكلمت على حجم الشعبية التي وصلت إليها قنواتكم، وعلى قدر المغنم يكون المغرم. لماذا؟ لأن هذه الشعبية هي التي سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. وبالتالي أنا أريد أن أسأل سؤالا في إطار مفهوم بناء الإنسان، لأننا نتكامل أستاذ حفيظ، شعبيتك وشعبية السياسي والداعية، كلنا يجب أن نصب في نهر واحد وهو بناء الإنسان. أنا عشت في أمريكا، الآن الحضارة الغربية الأستاذ حفيظ استطاعت أن تبني الجانب المادي على حساب ماذا؟ على حساب الإنسان، وهو محور الكون. الأستاذ مالك بن نبي يقول الحضارة ثلاث: تراب وزمن وإنسان. الإنسان الذي استطاعوا أن يضعوه في القمر هو نفسه الذي تحرجت قطر أن تستقبله مؤخرا، لأنه أراد أن يحطم الإنسان. نحن بالمناسبة عندما نرفض الشذوذ والمثلية لا نرفضها من منطلق ديني فقط. في أمريكا الآن، آخر الأخبار والشهر الماضي كنت في أمريكا، الآن عندما تقدم استمارة الأستاذ حفيظ في أمريكا يقول لك are you married or single؟ you said I am married. يقول لك ما جنس الزوج. المسألة أخذت أبعاد خطيرة جدا. السؤال باختصار، الأستاذ حفيظ دراجي، الكلمة تصل إلى ملايين الناس عندما تتكلمها أنت وإخوانك فيه، وأنت تعلم أنه إحنا رانا نعانوا من ضياع الشباب. الشباب الآن رانا نعانوا يا أستاذ حفيظ. أنا يسمعني 10,000 20,000 مهما وصلت، لكن أستاذ حفيظ في المنبر الذي يتحدث فيه، وأنا صراحة ليس لما راك في وجهك، يعني أنت وليد أحرار، وليد الجزائر، وطالما رأيتك تتكلم كلاما ماتعا قويا تدافع عن دينك، تدافع عن وطنك، تدافع عن المبادئ. إلى أي مدى يشعر الأستاذ حفيظ أولا ثم من معه من الصحفيين بخطورة الكلمة التي تمزق أواصر الشعوب؟ ولعلك تفهم بعض ما أقصده حين ثارت بعض الشبهات بأن الصحافي الفلاني ضد حفيظ، وحفيظ يدافع عن كذا والآخر يدافع عن بلده، وصرنا نحن في المساجد مطالبون بأن نقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده العرب في جزيرتهم ولكن لم ييأس من التحريش فيما بينهم. وأنا تكلمت في مباراة الجزائر والأستاذ يعقوب يعرف ذلك، وتعرضت لهجمة حين قلت كيف نضرب المغربي ضيفنا هنا، كيف نضربه، رغم أن التهنئة جاءتني من مدرب الفريق الوطني الجزائري. أولادنا 17 سنة في آخر مباراة ضربوا هنا، الجزائريين مع المغاربة. لماذا نلج بأبنائنا في أتون يعني حروب وتفاهات، حتى إذا ذهب ولدنا إلى بلد مثل المغرب أو غيرها يتعرض أيضا إلى الشتائم؟ ما دور أستاذ حفيظ في ضبط الكلمة والنصح والبعد تماما عن الصراع السياسي؟ لأننا أخي حفيظ سيموت كل واحد فينا وسيلقى ربه، ولن تنفعك ولن تنفعني ولن تنفع الرئيس ولا المسؤول سياسته أو شعبيته أو قوته. راح يحطونا كامل في البحر، عفوا في القبر، ونسأل يوم القيامة ماذا فعلنا. إذن هذه أريد قيمة الكلمة عند الأستاذ حفيظ كي يكون يخاطب في الناس، أكيد أنه يعرف خطورة هذه الشعبية التي هو فيها. شكرا لك. شكرا يا شيخ، خوفتني شوية. طبعا خوفتني، مش بمفهوم الجبن أو بمفهوم أنه خلاص سأعود أو سأتراجع. أنت تحدثت عن قيم، وتحدثت عن مبادئ، وتتحدثت عن
عن وطن وتتحدث عن ضرورة الدفاع عنها. والدفاع عنها لا يقتضي، لا يعني بالضرورة التهجم على الآخرين. أنا أعتقد بأنه بكل تواضع عندما أدافع عن بلدي وأنت تشعر بأنني هاجمت بلدك فهذه مشكلتك أنت. عندما أقول تحيا الجزائر وأنت كأمريكي تقول كيفاش يقول تحيا الجزائر، فهذه مشكلتك أنت. رغم أنني أنا لا أحترمك عندما تكون أمريكي ولا تدافع عن وطنك، أحترمك أكثر عندما أرى فيك هذه الحمية وهذه العزيمة والإرادة على الدفاع عن وطنك، مثل ما يفترض أن تحترمني أيضا. نعم الكلمة عندها وزن كبير جدا وسنحاسب عليها، الكلمة والصورة والهمسة واللمسة والحركة والفعل، كل هذه الأشياء عندها مسؤولية كبيرة. صدقني بأنني أقدر هذا. أي نعم قد نخطئ، عندما أقدر هذا بما في ذلك أنت قد تخطئ. عندما نقدر هذا لا يعني بأننا لا نخطئ. والله غفور رحيم وانت تعرف، والله يعرف النوايا. أنا عمري ما كانت نيتي أنني أسيء لأحد، كانت نيتي ودائما نيتي هي أنني أقوم بواجبي المهني وواجب الإعلامي المهني. اليوم في القواعد اللي قريناها في المعهد يقول لك الإعلامي يعلم، يخبر، يرفه ويثقف. أعتقد بأنه في مجال معين، اللي مختص في الاقتصاد يثقف في الاقتصاد، اللي مختص في الرياضة يثقف في الرياضة، والترفيه أيضا كل واحد عنده دوره. أنا نمارس، أنا داخل في عملية الإعلام والترفيه، لأنه الكرة هي ترفيه. أنا لست مطالب بأن أحل مشاكل الناس وتفكيرهم، ولكن مطالب بأن أعبر عن رأيي، طبعا بالاحترام والأدب اللازمين تجاهك وتجاه غيرك، لأني نصنع رأي شئت أم أبيت. أنا لم أختار هذا الأمر. أنا لما حبيت الإعلام وقريت إعلام لم يكن في ذهني أنني سأصنع رأي وسأصير مشهور والناس تسمع لي، ولكن أصنع رأي. عندي مسؤولية كبيرة جدا وأقدرها وأشعر بها، ونخاف منها صدقني. لذلك أنا أنصح زميلاتي وزملائي وأنصح نفسي كذلك أننا لا نسب ولا نتهكم على الناس. قد انتقدك، نقول بأنه الإمام هذا والله يطول. احنا عادة في الجماعة نقول هذا يطول الجمعة، عادي جدا ما فيهاش إساءة. يطول يدخل له على شيء، يقول لك لا وفيه الشيوخة يحصل في شيوخة هو عليه هو، يقول لك لا الشيوخة ما يشدوش الوضوء مش عارف واش. فالإمام هذا يطول ما فيهاش إساءة، ما أعتقدش بأنه فيها إساءة وترد علي ممكن بشكل. بالنسبة الذي حدث في مباراة كرة القدم، شيخ هذا يحدث في كل مباريات بما في ذلك في الجزائر. ليسمى المولودية فيها لبقى، هذه ظاهرة موجودة، تقول لي لسبب أو لآخر موجودة حتى داخل الأسرة الواحدة، موجودة حراك. أنا اليوم بنات أختي في زوجي يتدوسوا على حاجة بسيطة يعني. فأمر وارد جدا أنه يكون في ملاعب الكرة. تقول لي كيف نتعامل معها، كيف ننصح، كيف نتجنبها، كيف نشجع الشباب على قبول الآخر، كيف نشجع الشباب أيضا على تقبل الخسارة ولكن لا يفشل ولا ينكسر ولا ينهزم. الخسارة واردة في الرياضة وفي الكرة، المهم أن النهوض. ولكن نقول لك بأنه خوفتني وخليني نفكر دائما في أنه لازم ناخذ حذري. أما إذا انتقدت بالماضي ولا بالليلي ولا محرز، ما اعتقدش بأنه ربي حاسبني على أمور مثل هذه. نقول بأنه اليوم محرز لم يكن في المستوى، وهذا أمر عادي جدا. وشكرا على حضورك وشكرا على سؤالك، بارك الله فيك.